أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المقاول. أهلا وسهلا مع العينين. أهلا وسهلا هند، وأهلا بالمستمعين الكرام. اليوم غادي نتكلموا على مجال اللي سبق وتكلمنا عليه. غادي نستقبلوا شاب مقاول ناجح في هذا القطاع واللي غادي يتكلم لنا على هذه التجربة في عالم المقاولة وكيفاش اختار هذا الدومين اللي كيشتغل فيه حاليا. نعم هند، غادي يكون معنا ضيف من مدينة الرباط، سي محمد أرجدال، اللي غيتكلم لنا على التجربة ديالو في التسويق الرقمي وترويج المنتجات المختلفة، ونعرفوا طريقة الاستثمار في هذا القطاع وشروط الاستثمار فيه. محمد غادي يقربنا من قصة البداية وكيفاش جات الفكرة ديال اختيار هذا المجال واشنو احتاج باش ينطلق في المقاولة. اول حاجه شكرا اختي، شكرا على حسن الاستضافه وحسن الاستقبال، شكرا لإذاعة MFM. محمد أرجدال مقاول شاب في مجال الماركتينغ ديجيتال، في مجال التسويق الرقمي والتجاره الالكترونيه. عندنا واحد الشركه هنا في المغرب اللي كنشتغلوا فيها مع مجموعه من الزبائن في كل ما يتعلق بالاشهار في الانترنت، في انشاء المواقع الالكترونيه، في ليزابليكاسيون موبيل، في الكوميونيتي مانجمنت، تسيير الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكنخدموا على التجاره الالكترونيه كذلك في المغرب، على مجموعه من المنتجات اللي كنديروا لهم لامبورطاسيون من برا. وكذلك الحمد لله احنا بصدد فتح شركه جديده في الامارات وفي الخليج. الشركه هذه المهمه ديالها هي انها كتجيب المنتوجات مغربيه وكنسوقوها في الخليج، بحال الاركان، بحال مجموعه من المنتوجات الطبيعيه المغربيه، وكذلك منتوجات واحده اخرى من بلدان واحده اخرين. مي حنا بغينا نبقاو سبيسياليتي في المنتوجات المغربيه، بويسكو الدول الخليج بحاجه كبيره لهذه المنتوجات هادو متوفرين عليهم وكنقدروا نبيعهم تما بسرعه وبسهوله. بالنسبه للدراسه صراحه انا بديت في هذا الدومين هذا وصغير، دونك بديت في الدومين على 15 عام. بديت ديجا في انشاء المواقع الالكترونيه. خدمنا في شويه في جوجل ادسنس. بالناس اللي كيسمعوا ما عرفوش شنو الدومين هذا، هو انك كتصاوب واحد الموقع الكتروني وكتحط فيه اشهارات ديال الشركات، وهذوك الاشهارات كيشوفوهم ناس وكتخلص عليهم. كذلك في الدروب شيبينغ، واحد المجال اللي هو معروف شويه ديال التجاره الالكترونيه بنظام الوساطه. دونك خدمنا على مجموعه من الامور وانا صغير. داكوغ، دونك فاش وصلت للباك لقيت راسي ديجا كان متمكن من مجموعه من المجالات، من لي دومين اللي خلاوني من بعد نفتح شركه ونمشي مزيان في هذا المجال. وبالنسبه للتكوين بيان سور ديالي، واحد التكوين اللي مشى كوتي انفورماتيك، ولكن ما كملتش فيه. يعني ما عمرني ما مشيت خدمت في شركه ولا مشيت يعني سوميسيونيت نخدم عند شي شركه زعما سواء في المغرب سواء برا المغرب. يعني مباشره من مور ما شديت الباك ديالي حليت اول شركه في المجال ديال الماركتينغ ديجيتال، وهي الشركه اللي باقا الحمد لله الى يومنا هذا، والحمد لله خدامين فيها، وعام على عام كتزيد الفعاليه ديالها والمردود ديالها. الفرق ما بيني وما بين الشباب اللي في هذا الدومين بالضبط كيف ما قلت لك هند، هو انني بديت وانا صغير. دونك قبل من 18 عام ديجا راه كاين واحد المدخول شهري اللي كيدخل واللي خلاني مباشره من مور ما شديت الباك صافي ما بقيتش كنفكر. دونك مباشره مشيت لتطوان وكريت تما كاين اول مقر، وحطيت تما كاين يعني المعدات اللي غادي يخصوني باش انني نشتغل مع لي كليون ديالي، وخديت الناس اللي خدموا معايا، بديت كنهايري ناس اللي خدموا معايا في الاول صافي، وتما كاينه بدات جورني. يعني فاش كتكون من شي حاجه بديتيها وانت صغير ماشي بحال فاش كتلقى راسك عندك مسؤوليه، ولا مثلا قريتي واحد الباك بلس 5 وقدامك واحد يعني هذا هو الفرق بينه وبين الشباب اليوم. يعني كيشد الباك كيقرا واحد 5 سنين من مورا الباك، عاد كيقلب باش كيمشي كيشوف فرص الشغل وكذا، فما كيكونش عنده داك، كيكون عنده ريسبونسابيلتي، كيكون عنده مسؤوليه اللي خاصو يلبيها. مي باغ كونطخ انا بديت كنقول لك صغير. فاش بديت صغير ديجا يعني قبل عرفت الدومين، وقبل يعني بدا واحد المدخول مادي اللي كيدخل اللي خلاني نستثمر اكثر ونبقى غادي. بيان سور وقعوا مشاكل اللي غادي نهضروا عليهم ان شاء الله اليوم، واللي كيرجعوك شويه اللور وكتعاود تزيد لقدام. نقدر نقول لك في البدايه في الاول مثلا كيشوفوك والديك، خصوصا الاب كيشوفك مثلا كتجيب واحد لي برودوي كيوصلوك من برا، كيقول لك شنو هذا الشيء هذا، شنو هذا الروينه اللي جالس كدير. كيشوف الفلوس كيدخلوا، واش هذا كيدير شي حاجه إليغال واش. مي لا سيبور الصراحه لقيته بزاف من عند الوالده ديالي وحتى من عند الوالد ديالي، حتى هو من عند الوالده ديالي كنقدم لها تحيه من هذا المنبر هذا. هي اللي عاونتني بزاف وباقي كتعاونني ليومنا هذا بكاع انواع الدعم كيف ما بغى، يعني دعم معنوي، دعم مادي، جميع انواع الدعم الى يومنا هذا. يعني كانت ثائقه، يعني حتى فاش واحد النهار مشيت عندها وقلت لها باللي صافي راه حيتاش من بعد ما خديت الباك مشيت قريت واحد العامين في اليو وما كملتش العام الثالث. داكوغ، دونك فاش كان هذا القرار ديال انني نحبس في العام الثاني وقلت لها باللي فوالا صافي راه ما غاديش نكمل حيت ما كاينلاش ديجا. يعني الحمد لله كاين واحد
هذا المردود، وكاينه شركه وكاين ناس خدامين فيها، فكانت كتبان ليا، ولكن انا ما كنشجعش الناس. يعني اي واحد كيقرا يكمل القرايه ديالو، القرايه مهمه بزاف. حتى انا من مورا ما حبست القرايه الاكاديميه، راه مشيت ديفلوبيت راسي في دي فورماسيون، خديت دي فورماسيون من عند دي زونيفرسيتي اللي معروفين في العالم، من عند ناس معروفين، وخلصت فلوس مزيان على هاد لي فورماسيون هادو. داكوغ، ما كنشجعش على ان الانسان يحبس القرايه ديالو ويمشي التوجه ديال الديجيتال حيت كيسمع انه فيه فلوس، وهذا ما كنشجعش بتاتا هاد النقطه هادي. داكوغ، فانايا ملي خديت هاد القرار ديال انني نحبس، لقيت الوالده ديالي هي الوحيده اللي في الجنب ديالي كتقول لي يلاه فوالا، الا كنتي كتشوف ان هذا قرار مناسب انا كنثيق فيك، كل حد الساعه الحمد لله راه غادي بالتشجيعات. محمد من بعد ما كمل الدراسه ديالو كان الميول ديالو هو التسويق الالكتروني، خصوصا انه عاش هذه التجربه ملي كان شاب مازال كيقرا، قدر يخلق مصروف الجيب من خلال التجاره الالكترونيه، وقدر يقنع والديه باش انه يدخل المقاوله بدون ما انه يشتغل في شي وظيفه اخرى. وطبعا غادي يكون واجه صعوبات في البدايه، ولهذا غادي نرجعوا عند سي محمد باش نعرفوا معاه شنو هي الصعوبات والمشاكل اللي صادف في المجال. التحديات غيكونوا نقسمهم لك على جوج لاله هند. التحديات اللي هو قبل ما تكون الشركه، وتحديات من مورا ما ولات الشركه. قبل ما كانت الشركه بيان سور كنت كنهضر لك قبل ما يعني منحل اول شركه على العمر ديال 18 عام، فكانوا تحديات اللي هو كتعاني اول حاجه مع الابناك. فبما انه ما عندكش بنكه كضطر انك تخدم مع ان بريستاتير اللي هو تيكون بالربح، واحد لا بنك انترناسيونال اللي هي فيرتوال. فاش كتجي وكتحل الكونط عند هذه الشركه هذه، كتبدا تستقبل الاموال، وكتبقى دوك الاموال كتقدر انك تصيفطهم لواحد اخر اللي غيخرجهم ويعطيهم ليك، وكتبقى غادي بهذه الطريقه هذه. واول مشكل هو كان واحد المبلغ مالي اللي كبير بزاف اللي كانت تبلوكا ليا في هذا الكونت باي بال، وتهولد لواحد المده ديال 180 يوم. داكوغ، ومن بعد مشى. داكوغ، واحد المبلغ اللي فعلا محترم. داكوغ، فهذا اول مشكل كان عندي، واللي خلاني حبست الويب لواحد المده ديال 6 شهور حتى العام. يعني ما قصتش الويب واحد المده طويله، حيت جات واحد لا ديبرسيون، تيك واحد فوالا وانت باقي صغير وخدمتي على واحد الفلوس واحد المده كبيره وما كنتيش كتنعس، وما بين القرايه وما بين هذه ففاش كيمشي لك بيان سور مبلغ مهم اللي هو كيفوت $30,000 وما قدرتيش انك ترجعه، فكتحس شويه بالاحباط، كتقول باللي واقيلا هادشي راه ما منوش. من بعد يعني بقينا خدامين. والصدمات الثانيه اللي باش نقول لكم يعني باختصار هو انه، وهذه نصيحه كنقدمها لكل شيء، ان الانسان يركز في مجال واحد. داكوغ، في مجال واحد تيتمكن ويستابيليزيه ويطلعوا مزيان، عادي يمشي لمجالات اخرى. انا هذا واحد الخطا درته، وهو من مباشره ما حليت اول شركه وبقيت فيها واحد المده ديال عام، وجيت للرباط وخديت المقر الاولاني وخديت المقر الثاني ديالي في الرباط. فاش بدات الامور كتمشي بواحد الوتيره سريعه، بديت انا كنفكر بانني بغيت واحد السكيلين بواحد الشكل كبير، بغيت دغيا داكشي يكبر، بغيت دغيا يكون عندي بزاف ديال الامور، بزاف ديال مصادر الدخل. داكوغ، فمشيت كنشد نفس الفلوس اللي كيدخلوني من واحد المجال ومشيت كنستثمرهم في مجالات اخرين بحال لا ريستوراسيون، بحال ان سونتر دو فورماسيون. فانت هاد المجالات هادو ما كتميتريزيهمش، هاد المجالات يلاه جديد فيهم. داكوغ، والمجال ديالك مازال ما كبرتيش اسي، ما كانش التدبير المالي بواحد الطريقه اللي بروفيسيونيل. فكتمشي كتانفيستي في هنا وكتانفيستي في مشروع جديد، حتى كتلقى راسك انت راه عليك بيان سور ما كاينش اللي غادي يوقف على دوك المجالات كاملين، كيخاصك توقف على هذا وعلى هذا، واللي قله الخبره ديالك في المجالات الجديده اللي حليتيهم كتلقى راسك بعد مده كتفشل فيهم، وكترجع للور للمجال الاصلي ديالك اللي حتى هو عاوتاني خاصك تانفيستي فيه الوقت وتانفيستي فيه فلوس كثيره باش عاود يرجع للنيفو اللي كان فيه بعد ما تلاحيتي المجالات اخرين. بيان سور كيكونوا صعوبات. نعطيك غير بار اكزومبل، يعني باش نعطيو واحد المثال حي. مثلا الاشكال ديال لا دوطاسيون في المغرب مثلا، هذا مشكل. فاحنا فاش كنا كنديروا مثلا الاشهار للزبائن ديالنا، كنلقاو بلي لا دوطاسيون اي كوميرس بلا كارت بيرسونيل ديالك بيان سور هي مثلا واحد 15,000 درهم في العام. داكوغ، وانت عندك مثلا واحد 10 ديال الزبائن اللي كل واحد فيهم كيخصك معاه واحد 60-70 الف درهم في العام ديال الاشهار. داكوغ، كل واحد، وبعض المرات كيقدر يكون اكثر، كيقدر يوصل حتى ل 200,000 300,000 على كل زبون واحد اللي كيانفيستي معك في الاشهار. فانت ديك الساعه كتولي كتخدم بلا كارت ديالك، شويه لا كارت الوالده ديالك، شويه هذا. فاش ما كتلقاش بيان سور اللي مازال ما كيعطيكش لا كارت، فكتحاول انك تمشي تشوف تحل شركه على برا. فمشينا مباشره حلينا شركه في لونغلتير، من بعد كتولي كتقلب. مي ديرنيغمون الحمد لله تحل هذا المشكل ديال لا دوطاسيون، وقدرات لا بنك اللي كنشتغلوا معاها واللي حلينا عندها لو كونت ديال لا سوسيتي انها تحل معنا هذا المشكل هذا، وتعطينا $15,000 في كل سيمانه ديال الانفستيسمون ديال الاشهار. فملي تقادوا الورق ديال الشركه ولا داك الشيء ليغال 100% ما بقاوش بيان سور المشاكل. التحديات كانت كثيره جدا بحال اي مقاول، ابرزها كيفيه تسيير الامور الماليه، التدبير ديال الامور الاداريه والقانونيه، وهذا
الشيء اللي اكتسبوا من بعد الخبره والتجربه. هنا غادي نرجعوا عند السي محمد باش نعرفوا شكون هما الزبناء ديالو وطريقه الاشتغال معاهم. باش نقربك اكثر من طريقه الاشتغال غادي نعاود لك غروسو مودو الخطوات ولا المراحل اللي دزت منهم من نهار بديت في هذا الدومين هذا. دونك انايا ماشي جيت مباشره وبديت كنشتغل مع واحد لو كليون مباشر. في الاول بديت بالفريلانس. قبل اصلا ما نبدا بالفريلانس كيف ما قلت لك كنت كندير واحد المجال اللي هو الدروب شيبينغ، اللي هو واحد المجال اللي كيكون عندك واحد المنتوج مثلا في الصين وكتشد الصوره ديال هذاك المنتوج وكتحطه مثلا في امريكان ولا في استراليا ولا في كندا ولا في واحد المارشي اللي انت كتسيبليه وحتى كتجيك المبيعه ومن موراها كتمشي كتاخذها وكتصيفطها لهذاك لو كليون. داكوغ هذا المجال هذا اشتغلت فيه واحد المده ديال عام وحققت منه واحد الارقام اللي مزيانه. من بعد حبستو. علاش؟ حيت اكتشفت ان هذا المجال هذا كوتي ديالي حرام. داكوغ حرام تبيع ما لا تملك. داكوغ دونك ملي اكتشفت ان من الواجهه الدينيه ومن المنظور الديني ما مزيانش انك دير هذا المجال هذا، مشيت بديت في المجال ديال الفريلانس اللي هو واحد الدومين. انا كتمشي لواحد لي سيت ديال الفريلانس اللي معروفين وكتحط فيهم الخدمات ديالك وكيجي واحد الناس اللي بحال هكا يقدروا يكونوا من الخليج، يقدروا يكونوا من اوروب، يقدروا يكونوا من اي دوله في العالم. كيجي كيقول لك مثلا بغيت واحد الفيديو ولا بغيت واحد الموقع الكتروني. فبديت انا الاشتغال في هذا المجال. جيت مباشره وبديت كنشتغل مع الناس في المغرب. كنمشي عند شركه اكس ولا شركه ايغريك وكنقول لها بلي فوالا انا عندي هذا السيرفيس وخدموا معايا. لا انا بديت بالفريلانس مع ناس برا. داكوغ الناس برا اللي نقدروا نقولوا بردوني شويه. داكوغ خدمت مع شركات في فرنسا، مع شركات في السعوديه، خدمت مع جامعات كبار في السعوديه بحال جامعه الملك عبد العزيز وجامعه الملك سعود، ووزارات كثير كبيره في السعوديه بحال وزاره الصحه، وزاره الدفاع، وكذلك وزاره الصحه، مؤسسات كبيره بحال مؤسسه المدرساتي. هادو كلهم ناس اللي اشتغلت معاهم. من بعد عاد جاتني الفكره انهم ملي ضربت هاد الاكسبيريونس اللي تقريبا واحد 3 سنين في المجال ديال الفريلانس، عاد قلت بلي فوالا علاش ما نحل الشركه ديالي في المغرب وهاد لي سيرفيس اللي كنقدموا للناس في برا علاش ما نقدموهمش للشركات المغربيه. واليوم الحمد لله كنشتغلوا مع مجموعه من الزبائن اللي منهم دي كليون كبارين في المجالات بحال المجالات ديال العقار، لي زاجونس دو فواياج، لي ريستو كذلك، لي زيكول. دابا حاليا بمناسبه الدخول المدرسي كيشتغلوا معنا بزاف ديال لي سونتر دو فورماسيون لي زيكول اللي كنوفروا لهم مجموعه من الخدمات بحال انشاء الفيديوهات الاعلانيه ومواقع الكترونيه والاشهار. والحمد لله يعني عندنا واحد الفريق اللي عنده واحد الكفاءه عاليه وكله شباب. اليوم يعني نقدر نقول لك اكبر واحد عندنا في ليكيب يكون في العمر ديالو 28 29 عام. يعني كلهم شباب ولكن الكفاءه ديالهم عاليه جدا حيت خرجوا للدومين واشتغلوا يعني بالاكسبرتيز. ما مشاوش خداو داكشي اكاديميك، لا مشاو وخدموا هذا وخطئوا وعاودوا خطئوا مع الاخر وعاودوا خطئوا مع الاخر باش ملي كيحطوا الاكسبرتيز ديالهم كتحط مع بروفيسيونيل. حيت هذا الدومين هذا كيحتاج لدي جون. ما يمكنلكش مثلا تجيب واحد الانسان اللي مثلا خدم في واحد العصر اللي هو مثلا في التسعينات ولا في الالفينات، هو النظام ديالو غيكون شويه قديم. حنا دابا في واحد العصر ديال الديجيتال راه كيدوز عام كتلقاو دابا الذكاء الاصطناعي مثلا. باش نسولك الذكاء الاصطناعي هذه عام ولا هذه عامين كنا كنسمعوا شي حاجه سميتها شات جي بي تي ولا شي حاجه ما كانش. ودابا حاليا كاينين خدامي حاليا اللي ناس كيتخلصوا بهم ما بين $1000 حتى $5000 شهريا كيخدموا جاست في البرومتين ديال الذكاء الاصطناعي. فانهم كيعرفوا كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي بواحد الطريقه باحسن طريقه ويعطيهم احسن جواب. فهذه خدمه يلاه بان جديده. هذه الخدمه هذه شكون اللي غادي يديرها؟ ما غاديش يديرها واحد في عمره 40 عام ولا 50 عام ولا هذا، راه يديرها واحد في عمره 20 عام 21 عام 22 عام. فهمتي؟ هو اللي غيتقنها، هو اللي عنده الوقت ليها. داكوغ دونك هذا الشيء اللي كينطبق على اي مجال من المجالات بحال الموشن جرافيك في الفيديوهات، بحال الوورد بريس في انشاء مواقع الالكترونيه، في اي تكنيك من لي تكنيك ديال ديجيتال ماركتينغ. الزبناء ديال محمد مختلفين، منهم مدارس، وكالة أسفار، مؤسسات مختلفة، مطاعم ومؤسسات تربوية اللي كيقدم لهم خدمات عديدة بحال إنشاء المواقع الإلكترونية، تصوير المنتوجات ديالهم، كيساعدهم كذلك في إيجاد الزبناء بسهولة. كيشتغل مع فريق عمل شاب اللي كل واحد فيهم كيعطي اللمسة ديالو وكيكون عندهم نفس التوجه طبعا. وبما أنه هذا المجال تعرف بشكل كبير، غادي نسولو سي محمد على التعامل ديالو مع المنافسة القوية في القطاع. هو على حساب، شوف في الدومين هذا وفي اي دومين انت على حساب فين بوزيسيونيتي راسك. في اي دومين كاينه منافسه شريفه وكاينه منافسه غير شريفه في اي مجال. فانت فين حطيتي راسك؟ واش حطيتي راسك في واحد لا كونكورونس اللي هي ايجابيه ولا هي سلبيه؟ داكوغ. فكاين واحد الكتاب اللي سميتو بلو اوشن استراتيجي. شنو تيقول لك؟ تيقول لك بلي كاينين جوج ديال المحيطات، كاين المحيط الاحمر وكاين المحيط الازرق. المحيط الاحمر هو واحد المحيط عامر بالقراشه، ولا دخلتي ليه وكنتي صغير ولا كنتي متوسط تقدر تموت بالزربه. وكاين واحد المحيط
الازرق اللي تقدر تعوم فيه بسهوله وبهذا. وعليه ان شاء الله غادي نهضروا علاش مشينا للخليج ودينا منتوجات مغربيه اللي ما متوفرش تماك. فاحنا بلاصه ما نمشيو للخليج ونشتغلوا في المنتوجات الصينيه اللي كل شيء كيخدم فيها الهنود والباكستان وكاع الناس اللي في الخليج كيشتغلوا على هذوك المنتوجات، حاولنا نجيبوا منتوجات مغربيه وندخلوهم تما كاينه اللي ما متوفرينش ونشتغلوا عليهم تما كاينه، والحمد لله لقينا واحد النجاح كبير. فالمنافسه على حسب انت فين بغيتي تكون، واش بغيتي تكون في واحد المحيط اللي ما فيهش المنافسه وتعوم فيه على راحتك، ولا بغيتي تكون في واحد المحيط اللي عامر بالدمايات وعامر بالقراشه وعامر بهذا اللي في الاخر غادي تقدر تنتهي المسيره ديالك بسرعه. دونك في المجال ديالنا كاين جوج الانواع. كاين الناس اللي مثلا كتجي كتلقى كيصاوب اون فيديو بواحد الثمن اللي رخيص 100 درهم 150 200 درهم وهذا، كاين واحد كيصاوب فيديو ب 10000 درهم 20000 درهم. داكوغ، فانت فين بغيتي تحط راسك؟ واش بغيتي تحط راسك في الناس اللي كيصاوبوا دي فيديو دو كاليتي وكيخدموا مع شركات كبار، ولا بغيتي تخدم مع دي بشي بروجي وهذا؟ فهذا هو الجواب على السؤال ديال المنافسه. هو التميز الهند ما كيجيش بالخبره فقط، التميز كيجي بمجموعه من الوسائل اللي منها انك تحترم الديدلاين اللي دار معك لو كليون. مثلا انك درتي مع الكليان انك تفورني ليه واحد الحاجه ولا واحد الموقع الالكتروني ولا السيرفيس اللي طلبوه عندك في الوقت، خاصك تلتزم بهذيك المساله. كيجي بيان سور بالاكسبيرتيز. ففي المجال ديالنا ديال الماركتينغ ديجيتال كتلقى باغ اكزومبل بليزيور اجونس. فهاد لي اجونس هادو كل واحد عنده الاكسبيرتيز في واحد الحاجه. كتلقى واحد لاجونس كدير كل شيء ولكن الاكسبيرتيز ديالها كاين في لو اس اي او، الريفيرونسمون ناتوريل، اللي هو انك كتبوزيسيوني، انك كتحط الموقع ديال الكليان ديالك في الصفحه الاولى في الموقع الاول في جوجل. داكوغ، دونك فاش كيمشي لو كليون عند هاد لاجونس كيمشي عندها على ود هاد المساله هادي. ولكن فاش كتكون واحد لاجونس اللي كدير كل شيء، لو كليون كيقدر يحبس معها الخدمه حيتاش ما عندهاش واحد السيرفيس اللي كيميزها هي كاجونس. بحال دابا لاجونس ديالنا حنايا كيجيو عندنا دي اجونس اللي كبارين في المغرب واللي تبارك الله كيديروا ان شيفر دافير اللي كبير بزاف في المغرب، وعندهم دي اجونس حتى على برا المغرب في مصر وفي الامارات وفي هذا، وكيجيو كيشتغلوا معنا وكيسوتريتيو لينا لو سيرفيس ديال الميديا باين. الميديا باين هو السبونسورين في مواقع التواصل الاجتماعي. لو سيبلاج ما هو استهداف مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا عندك شركه مثلا اجونس دو فواياج، كيخصك تقلبي على الناس اللي حاليا كيقلبوا على انهم يمشيو لتركيا. حنا هادي اوني بيرفورمون فيها، داكور، لاجونس ديالنا بيرفورمون في هذه القضيه هذه بالضبط. فالناس اللي كيجيو عندنا وكيشتغلوا معنا وكيبقاو عام عامين 5 سنين، عندنا كليون دابا 6 سنين وهم معنا، 6 من 2018 2019 وهم معنا الى يومنا هذا. علاش؟ على ود المساله هذه اللي هو الاستهداف المباشر. كنجي كنطيحوا على هذاك لو كليون اللي هما محتاجينه بالضبط. مثلا ايكول دابا حاليا كنمشيو كنطيحوا على الناس اللي مستعدين انهم يقراو لونجلي. دابا مثلا حاليا يعني ان سونتر دونجلي في لا كومونيكاسيون في التعليم ديال لونجلي باغي يشتغل معنا مثلا دابا حاليا. فعلاش كيشتغل معنا ومطول معنا يعني عام عامين 3 سنين؟ على ود الاستهداف المباشر في مواقع اللي كيتسمى لو سيبلاج. يعني كنستهدفوا مباشره لي كليون اللي هو كيقلب عليهم. الوغ باش نقول لك الا كنت غنقول لك شي سر، ما كاينش سر بتاتا. المعقول، داكوغ، هذا هو اهم 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 حاجه، انك تكون معقول، ان الكليون يصوني عليك ما تقطعش عليه التليفون، انك تحاول انك دير لا بريستاسيون ديالك بكل صدق. الا كان شي مشكل خرج ليك ولا شي حاجه خاصك تفصح عليها، ما تبقاش انك دير كيف ما كنقولوا زيغزاغ باش تخرج راسك من باب اللي هو ممكن يكون انت كتعرفه خرجتي منه، من بعد غادي يكتشفوا لو كليون ديالك وفي الاخر غيلومك. داكوغ، دونك المعقول، الالتزام، هذه اهم حاجه. ومن بعد راه ربي كيسرها. ما باش نقول لك كاين واحد السر اللي كاين واللي شفتو واللي ما كاينش، غير الالتزام والمواظبه والمعقول. المعقول هو اهم حاجه. محمد كيعتبر أن المنافسة فيها نوعان، وكل مقاول فين كيحط راسو. قربنا كذلك من الامتيازات اللي كتخلي المقاولة قوية وسط سوق المنافسة الكبير. قربنا كذلك من أسرار النجاح اللي اعتمدها باش ينجح في الشركة ديالو خارج وداخل المغرب، خصوصا المصداقية والوضوح مع الزبناء. وهنا غادي يتكلم لنا على كيفاش جاتو الفكرة باش أنه تكون عنده مقاولة في الخليج وكيفاش قدر يستثمر تما. الوغ انا باش بديت اول حاجه التجاره الالكترونيه ما بديتهاش مباشره في السعوديه. لاجونس ولا الخدمات اللي متعلقه بالماركتينغ ديجيتال بديتها في الخليج عاد، وفي العالم بيان سور عاد دخلت المغرب. ولكن التجاره الالكترونيه العكس، بديتها في المغرب، بديتها قبل من الكوفيد بواحد عام تقريبا. الاي كوميرس لوكال في المغرب بالنظام ديال السي او دي اللي هو الكاشون ديليفري، اللي هو الدفع عند الاستلام. يعني لو كليون كدير الاشهار، كيشوف الاشهار ديالك، مثلا كتبيع بيرو، كتبيع مثلا شي حاجه ديال الالكتروميناجي، كتبيع منتوج صيني، كتبيع شي برودوي كوسميتيك، كيشوف المنتوج في هذا في الصفحه ديالك. فاش مور ما كدير ليه الاشهار كيدخل الموقع ديالك،
كيطلبوا عندك، تدير معاه لا كونفيرماسيون باش تاكد معاه الطلبيه، وكتليفريها ليه مع اون سوسيتي ديال لا ليفريزون اللي كيتوصل بها حتى لباب دارو وكيخلص ديك الساعه، يعني حتى كيتوصل بالمنتوج وعاد كيخلص. فهنا بديت كيف ما قلت لك قبل الكوفيد بواحد العام تقريبا، داكوغ، في 2019 اواخر ديال 2018، وبقيت كنشتغل في التجاره الالكترونيه في المغرب واحد 4 سنين. يعني تقريبا حبست التجاره الالكترونيه في المغرب في الاواخر ديال 2022 في البدايه ديال 2023. علاش حبستها في المغرب واختاريت الخليج؟ على ود اول حاجه القدره الشرائيه، فشفنا ان القدره الشرائيه في الخليج، يعني في الاسواق الخليجيه اللي انا كنركز دابا حاليا على السعوديه وعلى قطر وعلى الكويت، على 3 ديال الدول، مع العلم ان الشركه حاليا كتصوب في الامارات، ولكن ما كنشتغلوش في الامارات لسبب المنافسه الشرسه اللي كاينه في الدوله هذه. فكتشوف مثلا واحد المنتوج اللي عليه واحد الطلب كتخدم عليه، كتشوف واحد 15 يوم 20 يوم حتى للشهر تلقى واحد مثلا هندي ولا باكستاني كيطيه عليك السوق لواحد الدرجه، ومن بعد كيولي كيبيع داك البرودوي بواحد الثمن اللي نازل. مي باغ كونطخ علاش؟ حيت كاين واحد المنتوجات متوفره كثيره في الامارات بواحد السعر اللي نازل، من غير الا كيف ما قلت لك كنتميزوا في الامارات بمنتوجات مغربيه. يعني دخلنا بمنتوجات مغربيه اللي ما غاديش يقدر هذاك المنافس يلقاهم في شي سوق اللي قريب ليه، داكوغ، مثلا السوق الصيني ولا السوق الهندي. فباش نرجع للسؤال ديالك، اللي خلاني ندخل السوق الخليجي هو القدره الشرائيه وهو المعقول والالتزام. فمع الاسف التجاره الالكترونيه حاليا في المغرب يعني بالنظام العادي ديالها، حيت كاين بيان سور تجار الكترونيين اللي ناجحين في المغرب ولكن لقاو افكار ابداعيه، داكوغ. كاين مثلا اللي مشى في لي طابلو وكتلقاه تبارك الله كيدير عن شيفر دافير اللي كبير، داكوغ. مثلا ديال الحسن او ناصر، هذه مثلا شركه اللي ما شاء الله غاديه بتميز في المغرب، حيت طاحت على واحد لو بوزوان وديفلوباتو، داكوغ. ولكن الا هضرنا على داك الشيء اللي كيديروا 90% في التجاره الالكترونيه في المغرب حاليا، كتلقى المعقول ما كاينش، الالتزام ما كاينش، الناس كيشريو البرودوي فاش كيوصل عندهم لو كليون ما كيجاوبوش، لو روتور طالع بواحد النسبه ديال 50% حتى ل 60%. لو هاد المشاكل اليوم ما كاينينش في الخليج. كتلقى مثلا لو كليون في الخليج كيدوموندي، كتوصلوا السلعه كياخذها، كتفيديليزيه بالسربه لا كان عندك واحد لا كاليتي ديال البرودوي اللي طالعه، وانسي دو سويت. فوالا هادشي علاش اختاريت الخليج، سي الالتزام وكذلك القدره الشرائيه اللي مرتفعه تماك. يعني الا شديتي واحد المبلغ وانفستيتي في المغرب في شراء المنتوج والاشهار، نفس المبلغ الا شديتي واستثمرتيه في الخليج في نفس المنتوج ربما وفي نفس يعني البيدجي بوبليسيتير، في نفس الميزانيه الاعلانيه، المردود اللي غادي يرجع لك من الخليج ممكن ما يرجعش لك حتى الربع ديالو في المغرب. كاين شنو كندير انايا دابا؟ انا الخليج عندي فيه جوج ديال التوجهات. التوجه الاول هو انا لي برودوي اللي ديالي انا، داكوغ، اللي كان امبورتيهم سواء من المغرب كيف ما قلت لك، سواء من شينوا، سواء كنشريهم في داك البلد الا بان لي شي برودوي طوندونس في ديك الوقيته، داكوغ. والتوجه الثاني هو كنساعد الشركات المغربيه اللي عندها شي منتوج ولا اللي عندها مثلا زربيه كيف ما قلتي. مثلا جا عندنا ديرنييرمون واحد السيد اللي كيبيع الزرابي في اونغرو وبغى يدخل لهذا السوق ديال الخليج، فانايا شنو كندير؟ كنسهل عليه الطريق تما كاينه، باسكو كاينه شركه، باسكو عندنا لي تويو ديال لا ليفريزون تما كل لوجيستيك، باسكو كاينه خبره او نيفو ديال الاشهار، فكنعاونو كيجيب هو غير المنتوج وكيدير ليه لا ليفريزون في الخليج. انا كنجيب ليه الكليان وكنجيب ليه كل شيء، وديك الساعه كيكون عنده هو الاختيار، يا اما يخلي المنتوج ديالو في المغرب ويتكلف غير لا ليفريزون من المغرب للخليج، وبيان سور كيكون المده ديال التوصيل كبيره وكيتعلم بها الكليان، او لا كيهز واحد لو ستوك وكيحطو عندنا هنا في واحد الوير هاوس اللي عندنا في دبي، في واحد الديبو اللي عندنا في دبي، وكيحط عندنا السلعه، وفاش كتجي لا كوموند كنليفريوها للكليان، وكنحيدوا بيان سور لو بورسونتاج ديال لاجونس ديالنا، وكنصيفطوا ليه الربح ديالو ولا الباقي اللي غيربح من خلال داك الشراكه اللي درنا معاه. ممكن تواصل معنا وممكن نديروا معاها شراكه الا كان المنتوج فعال، بيان سور كيدوز كنشوفوه كيبان لنا لا كاليتي ديالو مزيانه، خاضعه لجميع المعايير. مثلا الا كان منتوج كوزميتيك جميع المعايير ديال الصحه، عنده لي سيرتيفيكاسيون ديال الايزو، بيان سور خاص يكون عنده بزاف ديال الامور. ماشي كنشدوا اي منتوج وكنمشيو لتما كاينه وكنسوقوه يضر الناس ولا ما يضرش الناس ولا لا، هادشي ما كنخدموش عليه. يعني الا كنا نخدموا على شي منتوج خاص يكون عنده لي سيرتيفيكاسيون، الشهادات ديالو كامله اللي ما غاديش تضر الناس واللي ما غيخليش المنتوج يوقف مثلا في الديوانه ولا في هذا ولا فهمتي. يعني خاص جميع المعايير ديال باش يوصل المنتوج للكليون وما يضروش ويكون ساتيسفي به، خاصها تكون كاينه في هذاك المنتوج باش حنا نشتغلوا معاه. وفقط ديك الساعه حنا كنتكلفوا ليه بالاشهار وكنتكلفوا ليه بالتوصيل ديال المنتوج، وكنسهلوا عليه الطريق ديالو في البيع ديال المنتوج في الخليج.
التجربه اللي دار في الخليج رغم غلاء المعيشه ورغم بزاف ديال الصعوبات اللي اعترضته في الاول، خلاته انه ياخذ واحد التجربه كبيره في هذا المجال ديال التسويق الالكتروني، خصوصا وانه في المنطقه الخليج كيعتمدوا عليه بزاف، تعتمدوا بزاف الناس والزبناء ديال التسويق الالكتروني موجودين. وبالرغم من النجاح ديال محمد في المقاولة، اختار أنه يتشارك المعلومات مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشباب اللي كيفكروا في إنشاء المقاولات. هنا جاتو الفكرة باش أنه يبدأ يدير دي فيديو، يدير محتوى تشجيعي كيشجع فيه الناس وكيعطيهم أفكار وكينصحهم كيفاش يدخلوا المقاولة. غادي نعرفوا معاه كيفاش جاتو هذه الفكرة وكيفاش تعايش معها. الوغ دابا انا كيفاش جاتني هذه الفكره هذه، كانت طرحت عليا واحد الزميله في العمل. شاك فوا كيكون، حيت انا هكذا كنخدم، فاش كيجي عندي واحد لو كليون ما كنبقاش نحاول انني يعني لو بارطاج، كنبارطاجي معاه توتال المعلومه، يعني كيفاش يدير، كيفاش يستهدف الكليان ديالو، الموقع الالكتروني ديالو كيفاش ممكن كنعطيه الاسرار ديال الخدمه ديالنا حنايا، يعني مثلا تكنيكمون كيفاش يطلع الموقع ديالو، تكنيكمون كيفاش وصل لاسيبل ديالو، كنشرح ليه هذا الشيء هذا. داكوغ، فواحد الزميله قالت لي علاش ما تخدمش على البيرسونال براندين ديالك، وتحاول انك اشاك فوا درتي شي لقاء مع شي كليون، تحط التليفون ديالك وتكون كتهضر باش تسالي هذاك اللقاء، غادي تهز ديك الفيديو، غتحاول انك تقسموا على معلومات بسيطه وتحطهم في مواقع التواصل الاجتماعي. داكوغ، دونك هكذا بدات الفكره، والحمد لله لقى واحد الاعجاب كبير من طرف الناس استافدوا، ناس كيعيطوا. هذا الشيء كيعاون بزاف، كيعاونني اكثر ما كيفيد الناس. وقبل ما نختموا حلقتنا مع محمد، نبغيو نعرفوا معاه أكثر شنو هي الأهداف ديالو في المستقبل. هو حاليا يعني الاهداف مسطره، داكوغ. كل هدف انا كنحاول نشوف الاهداف اللي لون تيرم وكنقسمهم لاهداف اللي كور تيرم. فالهدف بيان سور اللي لون تيرم ان شاء الله ديسي 2030 ولا 2040 هو اننا ندخلوا المجالات اللي يكون فيهم واحد الدخل سلبي، داكوغ. حيت الانواع ديال الدخل كاين دخل ايجابي ودخل سلبي. الدخل الايجابي هو واحد الدخل اللي ضروري انك تشتغل عليه باش يرجع لك مردود. بحال دابا مثلا حنايا اليوم راه كنبيعوا وقتنا، فاش كنتلاقى مع ان كليون كنبيع ليه وقتي، فاش كنصاوب ليه ان سيت ويب راه كنبيع وقتي، فاش كندير واحد الفيديو كنبيع وقتي. داكوغ، دونك انا ما يمكنش نبقى نشتغل على هذا السيستم مدى الحياه، فخاص ضروري يكون واحد الدخل سلبي اللي بدون الحضور ديالك تكون كتربح. واشهر مجال في الدخل السلبي هو العقار. داكوغ، دونك ان شاء الله من القدام بغينا ان شاء الله ندخلوا المجال ديال العقار ونوليو نخدموا في هذا المجال باذن الله. مي حاليا التركيز الكامل ديالنا في تطوير هذا المجال وفي المساعده ديال الناس يشتغلوا فيه، والتجاره الالكترونيه والماركتينغ ديجيتال، وندخلوا لاسواق كبيره باذن الله واسواق اخرى. علاش لا السوق الاوروبي والسوق الافريقي اللي خدام حاليا بزاف ديال الناس كيشتغلوا فيه. الاهداف ديال سي محمد هي اهداف مسطره بالشكل الصحيح، وعنده استراتيجيه عمل محدده باش انه يوصل، خصوصا مع الانفتاح على مجالات اخرى. سمعنا حتى النصيحه اللي عطى للشباب اللي كيفكروا في المقاوله وكيوصي بالتريث والمعقول والصراحه. شكرا هند، وشكرا للمستمعين الكرام. وممكن أنكم تواصلوا معنا مقاولات كذلك ومقاولين في برنامج المقاول 06 2040 04 رقم الواتساب. خليونا رسالة 06 2040 04. شكرا لك ماء العينين، وكنتمناو اننا نكونوا عطينا الافاده لبزاف ديال الناس اللي كانوا عندهم تساؤلات بخصوص مجال التسويق او التجاره الالكترونيه والتسويق الرقمي. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده وقطاع جديد، دائما مع برنامج المقاول على اذاعه MFM.